نسولكم واحد السؤال بريء. إلا خرجوا المغاربة بأعداد كبيرة جدا يوم 8 أبريل، خرجوا للشارع بشكل حضاري وبشكل سلمي، ما كاين لا تهراس لا والو، عبروا على الوعي ديالهم، وكانت هذه المسيرة بحق مسيرة مليونية، واش الرسالة غادي توصل ولا ما غاديش توصل؟ بزاف ديال الناس كيقولك لا راه ما كيسمعوناش ما كيديروناش. مواقع التواصل الاجتماعي ما كيعترفش بها رئيس الحكومة. رئيس الحكومة ما كيعترفش بالهضرة ديال القهاوي وما كيعترفش بالهضرة ديال الدار انت ومرتك ولا انت وولادك. رئيس الحكومة كيعترف بواحد الحاجة، كيعترف بصناديق الاقتراع. شنو المعنى ديال صناديق الاقتراع؟ كيقول لك انا عندي 2 المليون صوت، اذا انا عندي الاغلبيه، واللي كاينين في الفيسبوك مجرد ذباب الكتروني وما باغيناش نخدموا وما باغيناش نزيدوا لقدام بهاد البلاد. ولكن هاد الهضره هادي كامله غادي تبدد، ماشي بالفيسبوك، غادي تبدد نهار اللي غادي يخرج اكثر من 2 المليون تخرج للشارع وتقول له حنا ما بغيناكش السي اخنوش، حنا كنقولوا لك ديجاج سير في حالك. انا ذاك ما عنده ما يقول، ما يمكنش يقول لا هادو جزائريين، هادو جايين من البوليساريو، لا هادو صفتهم فرنسا، ما يمكنش يتذرع بشي ذريعه اخرى. تماك غادي يكون تحت امام امر الواقع. واش المغاربه قادرين انهم يمشيو في هذا المسار ولا ما قادرينش؟ جاوبوني على هذا السؤال وتبعوا هذه الحلقه. السلام عليكم. تقرير اممي لمنظمه معترف بها وطنيا، يعني ماشي شي منظمه بحال لا امنيستي ولا، هذه منظمه الزراعه والاغذيه العالميه. وهذا التقرير هذا درته بالشراكه مع الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه، يعني اللي عنده ارتباط بالمجال الفلاحي. شنو غادي تعنون لكم وهو واحد الموقع على ما اعتقد كتعرفوا. كما كتشوفوا تقرير اممي يكشف انتشار المشاكل الصحيه الناجمه عن نقص التغذيه بالمغرب. شنو يعني نقص التغذيه؟ امر كائن. الحاجه اللي جايه جديده هي ان هناك مشاكل صحيه ناجمه عن نقص التغذيه بالمغرب. غادي يعطيونا مجموعه من المعطيات الصادمه، من قبيل ان مستويات الجوع وسوء التغذيه قد وصلت الى مستويات حرجه. هادشي كيقولوا التقرير ديال منظمه الاغذيه والزراعه العالميه، وكيقولوا الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه، فيما معناه ان الامور ليست بخير. شنو قالوا بلي ان هناك انتشار لنقص التغذيه بنسبه تفوق 5%. انعدام الامن الغذائي كيفوق 31%. تعرف شي 31%؟ يعني مش غادي نقول تقريبا الثلث ديال المغاربه عندهم مشكل في الامن الغذائي، يعني ما عندهمش داك الاحساس بالامن الغذائي، الاحساس بالاستقرار الغذائي ولا كي غادي نسميها. الامن الغذائي يعني كتحس بان لا ما راكش مهدد بنقص التغذيه. 31% راه نسبه مخيفه جدا. راه يمكن كاين اللي كيفوت على هاد النسب هادو يمر عليها مرور الكرام، ولكن هي نسب مخيفه جدا. عدم القدره على تبني نظام غذائي، اصحاب ريجيم، الناس اللي راكم عارفين دابا هذا النظام، قال لك 18% ما قادرينش. بطبيعه الحال حنا المغاربه يدبروا غير ما ياكلوا، عاد يدبروا يديروا نظام غذائي صحي. هذاك الشيء ماشي دابا. والاسباب اللي كتزيد في ان نسبه الاحساس بالامن الغذائي تنخفض، او يعني بصيغه معاكسه انعدام الامن الغذائي النسبه ديال ترتفع، هو ارتفاع الاسعار. وكما كتشوفوا فالمغرب يعرف موجه غير مسبوقه من ارتفاع الاسعار. انا ماشي غير في المغرب، في الجزائر كاين مناطق اللي اصلا ما كاينش حتى المنتجات. في تونس نفس الشيء، كاين ارتفاع الاسعار وكاين مجموعه من المواد اللي ما كايناش كاع في السوق، واخا عندك الفلوس ما تقدرش تشريها. فيعني ماشي شي واحد يبقى يضحك على الاخر ولا كذا، نحن في الهوى سوا كما كيقولوا. وانا اللي كنهضر معكم هكا يمكن ما مضروش، ولكن كنهضر على واحد الفئه معينه من الشعب اللي مضروره كنهضر معاه.
كنهضر عليها. وبالتالي فديك الثقافه ديال التضامن خصها تكرس من طرف المغاربه ومن طرف الانسان بشكل عام فين ما كان في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في انجلترا، في فرنسا، في امريكان، في اسيا، ماشي مشكل. المهم هو انك تكون انسان وتكون فيك قيم التضامن الانساني وتكون كتدافع على مبادئ انسانيه. اما ديك ديال نحشي لك الهضره وتحشي لي الهضره، فهذيك هذا الشيء شكون كيستافدوا الناس اللي تسبوا في هذه الازمه هذه. قبيلات كنت درت واحد اللايف، ولكن غادي نعطيكم هذا النموذج ديال التعامل ديال المغاربه. كيفاش كيتعاملوا المغاربه؟ ماشي المغاربه، هذا قانون يحكم المجتمعات بشكل عام. من كتكون الازمه وما كيكونش الحلول ديال ديك الازمه، هذه الازمه تتعفن والشعب كيولي كيتعامل بطرق بحال دابا هذا الشكل اللي داروه المغاربه. جراو على الكاميونات ديال الخضره، كيقول لهم سيروا في حالكم، حنا ما بغيناكمش. علاش؟ لانكم نتوما كديروا ما بغيتوا في الاثمنه وحنا ما عندناش باش نشريو، اذا من الافضل ما يشري حتى شي واحد، سيروا في حالكم. وبحال هاد الاشكال هادو ممكن يداروا في مدن اخرى. اذا كان الامر يتعلق بواحد المنطقه صغيره في واحد المكان اللي هو معزول في خميس الساكن، فغدا من غدا يقدر ينتقل هذا الشيء الى الحواضر الكبرى، يقدر ينتقل هذه الاشكال الاحتجاجيه الى اشكال اخرى اكثر تطورا وتتسع الرقعه ديالو. الجبهه الاجتماعيه على سبيل المثال تدعو الى شكل احتجاجي في عز رمضان نهار 8 ابريل في عدد كبير من المدن المغربيه. علاش؟ لان الحكومه الحاليه ما بغاتش تسمع الصوت ديال المواطن، الصوت اللي كيجي من الديور، اللي كيجي من مواقع التواصل الاجتماعي، اللي كيجي من الصحافه، ما بغاش تسمعه. الحكومه بغات تسمع الصوت ديال المغاربه في الشوارع. انا متاكد الى المغاربه خرجوا بواحد العدد كبير الى الشوارع وبواحد النظام بشكل سلمي وعبروا على المستوى الحضاري ديالهم، كونوا على كما جرت العاده، لان المغاربه دائما وابدا على مر التاريخ هكا كيخرجوا هكا كيعبروا، لان المغاربه مربيين ومخلقين، ماشي شي وحدين اللي كذا. نهار اللي كتوقع شي حاجه ماشي مزيانه في غالب الاحيان كاين جهات معينه لنيه في نفس يعقوب، كما وقع في ال 65، كما وقع في ال 81، كما وقع في ال 84، كما وقع في 2017، كما وقع كذلك في جراده. فهذا الشيء معهود شكون الجهه اللي كتدخل وكدير داك الشيء باش انها تبين الشعب باللي ماشي في المستوى الراقي. والتاريخ كيشهد باللي ان الشعب المغربي مثلا في الحسيمه في حراك الريف كان كيحمي المؤسسات ديال الدوله، كان كيحمي المؤسسات العامه والمؤسسات الخاصه، حتى الاملاك الخاصه ديال الافراد كان كيحميوها. ولكن المقاربه القمعيه ديال الدوله ما خذاتش هذا الشيء بعين الاعتبار، وصفطت الناس في عز شبابهم، الناس اللي مازال كيحلموا والناس اللي باغيين مازال يعيشوا، الناس اللي باغيين يشوفوا عاد الحياه، صفطوهم للسجن ب 20 سنه 15 سنه. فانتم عارفين القصه كامله. قلت 8 ابريل كاين مثلا على ما اعتقد حزب الرساله حتى هو انخرط في هذه العمليه، وكيدعو الاعضاء ديالو على اساس انهم ينخرطوا مع الجبهه الاجتماعيه ويشاركوا في الاشكال الاحتجاجيه النضاليه اللي غادي تدار في المغرب. الجبهه الاجتماعيه تدعو الى مسيره وطنيه احتجاجا على هذا الغلاء واحتجاجا على السياسات المتبعه واللي كتطرح اساسا ما يعرفه السوق في المغرب من خضار، من فواكه، من زيوت، من غازوال، من محروقات وغيره من الغلاء الفاحش، واللي كيخدم اساسا واللي كيستخدم اساسا مجموعه ديال اللوبيات اللي هي معدوده في عددها، لكن كتاخذ الخيرات ديال بلادنا وما كاينش تفكير في اعطاء المغاربه حقوقهم وحرياتهم، خصوصا حقوقهم الاقتصاديه والاجتماعيه. السؤال المطروح، واش المغاربه حتى هما غادي يشاركوا ولا غادي يكتفيوا فقط بالتعليقات في الفيسبوك، ولا غادي يكتفيوا فقط بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا شكيلين شكيلك في القهاوي،
ولا في مانيش عارف في الفضاءات هكا، يعني في النقاشات الثنائيه، ولا مع العائله ديالك تبقى تنقل على ولادك ولا على مرتك، ولا مرتك تنقل عليك لا راه هادشي غالي ولا كذا وكذا. واش الاحزاب السياسيه الاخرى كذلك، بحال الحزب ديال نبيل بن عبد الله، حزب التقدم الاشتراكيه، صافت واحد الرساله يقال انها رساله شديده اللهجه، اللي بغى نصيفطها له نصيفطها له، كاينه مكتوبه وكاينه مسموعه. قال له راه هادشي اللي معام ونص ما درتي والو كذا، الوضع راه متأزم، خصك تدخل، خصك في الساعه تاخذ هادشي، وراه وفي التالي قال له حنا كنمارسوا غير المعارضه البناءه وكذا وكذا. هذه الاحزاب مادام انها ما عندهاش القوه باش انها تعارض في البرلمان، ما يمكنش، ما عندهاش قوه عدديه باش انها تعارض في البرلمان، واش ماشي من حق هاد الاحزاب هادو حتى هما يخرجوا للشارع ويأثروا الشعب باش يطيحوا هذه الحكومه ديال عز أخنوش؟ واش ماشي من حقهم؟ اعتقد بلي ان الدستور يسمح، والاحزاب عاد عندهم الحق اكثر من اي شي شخص اخر انهم يشاركوا في اشكال احتجاجيه ويعبروا على مواقفهم كما كيديروا في فرنسا. النقابات كذلك، مادام هضرنا على فرنسا، النقابات ما محلها من الاعراب. من كنقولوا غلاء الاسعار، النقابات يمكن كيهمها غير دوك المقتضيات مثلا ديال الشغل. راه غلاء الاسعار كيقيس اي واحد في اي قطاع، النقابات المهنيه، النقابات العماليه، النقابات الطلابيه، كل شيء كيقيس هادشي، لان غلاء الاسعار ماشي شي حاجه قطاعي، لا، كل شيء كيهمه. علاش النقابات في المغرب ما مشاتش في المسار ديال العمل مع مثل هكذا الدعوات؟ كاين 8 ابريل يخرجوا كاملين، علاش الطلبه كذلك ما يخرجوش؟ لماذا؟ لانه وقعت في التاريخ ديال الاتحاد الوطني لطلبه المغرب انه كان كيخرج لكل معركه جماهيريه صداها في الجامعه باش يعبروا على الافكار ديالو. هذا ماشي زعما كنقول لكم يخرجوا باش يهرسوا ولا كذا، لا، يعبروا فقط على موقف الرفض من السياسات اللي كتدار من طرف هذه الحكومه.